اهلا، انا ال عارفين اصوات صوت يقول لك انت وحش. انت ازاي تعمل كده؟ انت غلطان. انت مين قالك تقول كده؟ انت مش شايف شكلك وحش ازاي؟ يقولوا عليك ايه؟ اصوات كتير، واصوات مزعجه ومرعبه وبتغيرك وبتخليك تحاول تتجنبها، ما تعيش في ولا حاجه، في الخوف والقلق والتوتر. وهل علاج الاصوات دي مثلا مواجهه، ولا علاجها ان انا استسلم وخلاص وربنا يستر علينا من اي حاجه تانية؟ لا، مش ده الحل. حب الاصوات دي، حبها، هي لذيذه على فكره، مش وحشه، مسليه جدا، بتخليك حقيقي. ما تخافش منها، عيشها، سيبها واسمعها كويس عشان تعرف تفصل نفسك عنها. لما تحبها تكسبها، ودي مش هروب، انت فعلا مش خايف منها. وعلى فكره الاصوات دي مفيده جدا، انها بتساعدك قوي في التقمص. بتاخد بالك من ده لما تعرف تتفصل عنها، فتعرف توقف دماغك وتلاقي وجهك. الكلام اللي هنقول عليه بعدين ده هتفهم نفسك اكتر لما تحب الاصوات دي. فما تخافش منها، خليك جريء، واجهها بالفرح بتاعك. خليك سايكو عشان تكون حقيقي فعلا مع نفسك، وما تدورش. لو انت دورت الاصوات هتزيد، ضيعها هتلاقيها. وما تفكرش في الوصول، لانك كل ما بتوصل كل ما الاصوات دي بتهاجمك اكتر، كل ما بتخسر نفسك. ما تروحش كده ولا كده، حبها بس، حب الاصوات دي. انا